تتوتر إذا الجوال ضاع منك 5 دقايق، بس إذا القرآن انقطع من حياتك شهر كامل فالأمر عادي. هي مو أسود قلب، هي علامة خطيرة. نحن بزمن صرنا نفتح الجوال أول ما نصحى ونسكر عليه يومنا، أما القرآن فمؤجل لبعدين لما نفضى أو لما تتحسن النفسية. رب العالمين ذكر في محكم التنزيل بسورة الفرقان إذ يقول: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله الطيبين الطاهرين بيشتكي يوم القيامة من الناس إنه هجروا القرآن. لك مو كفار هدول من امتى؟ السلف الصالح كانوا بيختموا القرآن برمضان مرات ومرات. طيب ليش؟ لأنه القرآن ما كان كتاب على الرف، كان حياة، كان نور، كان ثبات. كانوا بيعيشوا وبيتنفسوا بالقرآن، مو بس بيقرأوه. وماشي حياتهم ومشاغلهم وحروبهم وفتوحاتهم لأنهم عرفوا أنه هاد مو كتاب عادي، هذا نور. رب العالمين بمحكم التنزيل جل وعلا في سورة المائدة يقول: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وانت اليوم للأسف كم ساعة على الجوال وكم دقيقة مع كلام الله عز وجل؟ إذا دققت بحياتك رح تلاحظ إنه البركة خفت والقلب قسي، وغير هيك وهيك إنه الطمأنينة مختفية صارت. يمكن لأنه القرآن صار شيء غريب ببيتك. معقول؟ لا تكمل يومك الليلة قبل ما تفتح المصحف ولو صفحة واحدة منه، لأنه في ناس رجعت حياتها كلها بسبب آية واحدة بس. وصلت. دمتم في حفظ الله ورعايته.